فريق أغاني وغاني يفتح نافذة مشرقة على الشاعر حسين بازرعة. الساعة 2 ظهرا تحرك الباص الذي يحمل أسرة البرنامج بقيادة الربان الماهر السرجدور إلى مدينة الخرطوم بحري لزيارة الشاعر في منزله السعيد. كان في استقبالنا أفراد أسرة الشاعر الجميل حسين بازرعة. عانق الشاعر الجميع وهو يرسم تلك الابتسامة الساحرة ليغني الجميع مقاطع من القصة الخالدة. أيها السادة، أنا أشكر شباب أغاني وأغاني وهم الآن في زيارة لأستاذنا حسين بازرعة، إنهم اختاروا هذا المقطع من واحدة من أغنياته الشهيرة اللي عبر فيها عن حبه للوطن السودان العزيز. والحقيقة أستاذنا حسين قام وقمة وقيمة في عالم الغناء السوداني، وهو الرافع لعلم التجديد، وهو العلم الخفاق في مسيرة تجديد الأغنية السودانية، انتقل بها بعبقرية شديدة وبكلمات رائعة من عصر إلى عصر. وأنا سعيد بأنه في هذا الموسم هؤلاء الشباب سيقدمون لكم إبداعات أستاذنا حسين بازرعة، الذي نتمنى له الصحة ودوام العافية، ونستمتع دائما بوجوده معنا. وفي هذه الذكرى أو في هذه الجلسة المليئة بالذكريات والأسجان سنغني ذكرتني حبيبي ذكرتني مع أستاذنا حسين بازرعة.